هاي يا جماعة، أنا شيماء أنا أسماء. وإحنا في بودكاست Trouble Stories واي أو 1. ضيفتنا اليوم بنت مصرية أصيلة قدرت تسافر وتلف الأماكن كتير حول العالم بميزانيتها الخاصة. والميزانية اللي أنا بتكلم عنها النهاردة مش الميزانية المادية، شطارتها وعلمها وتفوقها الدراسي. قدرت تسافر وتروح أمريكا وتطلع منح وتسافر كل أنحاء العالم بالمنح. انا بسميها شات جي بي تي للسكولارشيب، فلو عندكم اي اسئله طبعا هنسالها ونتعرف عليها النهارده. وخلال سفرها طبعا واجهت بعض الصعوبات، كونها محجبه ملتزمه بعاداتها وتقاليدها ودينها، ومع ذلك قدرت تنسجم وتعيش وتنبسط في رحلتها السفر. اهلا بيكي يا اسماء. مساء الخير يا أسماء. اخبارك ايه؟ أنا كويسة. اخبار شات جي بي تي معاكي ايه؟ سكولارشيب. بس محدش بيقدر يستغنى عن شات جي بي تي زي ما انت قلتي شات جي بي تي. يعني حتى أنا لما أخدت أهو 5 منح ممولة بس still في حاجات دايما لما بحس إن أنا confused دايما بسأل شات جي بي انا اقصد ان هم مسمينك على السوشيال ميديا شات جي بي تي للسكولارشيب. طيب تحبي تعرفينا عن نفسك ازاي؟ أنا دايما بحب أقول إن أنا أسوم ستوريز، لأن أنا أسوم هو اختصار لأسماء، اوكي. وستوريز عشان أنا بحس إن حياتي كل فترة فيها هي قصة. بس وده اللي حصل معايا على مدار حياتي، ووجودي على السوشيال ميديا هو فقط عشان انا دايما بقولها انا مش انفلونسر ولا حابه اكون انفلونسر، انا بدوكومنت وريفلكت ستوريز حقيقيه بتحصل معايا في حياتي. اوكي. فانا اسمه ستوريز بنت عاديه 24 سنه لسه صغيره، بتخرج خلاص، والمفروض كنت اتخرج من سنتين. عشان امتحان بعد بكره. اوكي. عشان نعمل امتحانات. انا اقتصاد علوم سياسيه جامعه القاهره. ما شاء الله. وبدايتي كانت المنح من 2019 لما أخذت أول منحة، بعدها سافرت أمريكا، بعدها فرنسا، بولندا، فرنسا، بعدها استقريت في بولندا، وحاليا بستكشف العالم بقى. ما شاء الله. احكي لي بقى قصة السفر بدأت معاكي ازاي؟ بدأتي أول يعني انت كده جالك كده أنا نفسي أسافر وألف العالم. أنا والدي سافر دول كتير جدا بطبيعة حكم شغله، فأنا ما كنتش عندي طول حياتي سوشيال ميديا. زي ما قلت لك القصة بدأت إن والدي بطبيعة شغله بيسافر كتير، فأنا دايما كنت منبهرة لما يجيب لي أي جفت من فرنسا أو سويسرا، وأنا ما أعرفش إيه الدول دي. يعني بنرجع ل 15 سنة أنا حد مش عنده تليفون، مجرد اللي هو التلفزيون وحياتي كلها على سبيس تول. بدأت أكبر شوية، وبدأت لما أدرس بقى إنجليش في المدرسة كان دايما بيبقى فيه أسامي الدول باللغة الإنجليزية، فبدأت أحفظها وأرسم أعلام الدول دي في أوضتي. تمام. لدرجة حولت أوضتي في بيتي القديم كله أعلام دول وطيارات. كان عندي كام سنة وقتها؟ كان ممكن أقول 11 سنة. واو. بدأت بقى القصة من هنا، حتى كل ما أشوف صورة طيارة في الكتاب بشكل مختلف أوصلها وألزقها في الكشكول بتاعي. تمام. ومن هنا مش عارفة لو تعرفي أغنية الوطن العربي بتاع سبيس تون، بس كل لما أسمع أي حاجة عن مدن عربية فبدأ من هنا أنا عايزة أشوف إيه اليمن وإيه السعودية وإيه الأردن وإيه لبنان، إيه الدول دي، فين الدول دي. دي كانت أول خطوة إن أنتي حلم بدأ وبدأتي تحطي صور زي ما إحنا صغيرين كده بنحط ستيكرز وحاجات فوق أوضنا. بعد كده لما وصلتي بقى مرحلة الثانوية أو الكلية. جيت بقى الثانوي كلهم كنت أقول لأصحابي إن أنا هسافر، يقولوا لي أنت عبقرية، ده اللي بيسافروا وهم العباقرة. رغم بقى أنا جبت 99.5 في الثانوية، يقولوا لي إنه مستحيل. جبت 99.5 في الثانوية. وهنا حياتي كلها اتغيرت، لأن هنا فتحت لي بقى فرص. أنا البنت ما كانش تعرف أي حاجة عن المنح، لأن أنا قلت لك أنا ما كانش في ريسورسز حواليا، مفيش إنترنت كتير دايما بستخدمه، ما عنديش موبايل، معرفش إيه منح. فجت 2019 جبت 99 ونفسي اخش قسم انجلش في كليه اقتصاد وعلوم سياسيه. رحت سالت عن مصاريف لقيتها إن مستحيل اقدر ادفع الفلوس دي كل ترم، فقررت ادخل عربي بالصدفه. شفت اعلان على فيسبوك لسكولرشيب، فانا قلت مستحيل يكون حقيقه. يعني سكولرشيب بتقول ايه بقى؟ هنديكي لابتوب وهنديكي مصروف شهري ومصروف المواصلات وهندفع لك مصاريف الكليه مع سفرك امريكا وفي بنفيتس كتير. انا قلت مستحيل كل ده، يعني هما مش عايزين مني اي حاجه. طب في فلوس ادفعها للابلكيشن؟ مفيش. خدتها كانت تبع إيه منحة؟ تبعت الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه في مصر. اوكي.
خدتها سكرين شوت. آه. فضل الموضوع بيزن على دماغي، بس انا مستحيل اقدم. رحت كلمت كذا حد من المدرسين بتوعي، دي الحاجات دي بوصله يعني مفيش حد بيتقبل فيها. كلمت اهلي برضه محدش كان مقتنع ان ده حقيقي. فعدى اسبوع 2 3. يعني كل اللي حواليكي عمل لك حاجه اللي هو يعني ما تفوريش في الموضوع. هم خايفين يعني ليه مثلا كل امريكان تديني فلوس وتسفرني امريكا، ده اكيد حاجه في حاجه وراها، محدش مصدقني. فخلاص سبت الموضوع. خاصة دي أمريكا أكيد أهلك كانوا خايفين أوي. بالظبط. قبل بقى قبل المنحة ما تقفل ب3 أيام جربت قلت أنا هجربه وأقدمه. ما كنتش متوقعة إنهم هيكلموني، ولقيتهم بعدها كلموني عملت انترفيوز وحددت. لا الموضوع ده طلع بجد. ازاي يعني حضرتي الورق اللي ممكن يطلبوه منك؟ عشان بقى دايما بيقعدوا يسألوا سكولرشيب انتوا ازاي بتقدموا عليها؟ انت ظهر لك الإعلان، عملتي ايه الستبس بقى 1 2 3 4 كده؟ كان أول مرة أعرف يعني إيه أصلا موتيفيشن ليتر. وإن أجيب ريكومنديشن ليتر من مستر أنا درست معاه. أجيب شهادة من المدرسة بتثبت إن أنا كنت بشارك في التدريب تبع المدرسة. حاجات أنا لأول مرة في حياتي أسمع عنها، لأن أنا ما كنتش عارف يعني إيه منحة أصلا. يعني أنا واحدة أصلا يعني إيه معنى منحة أنا ما كنتش أعرف. في الوقت ده بدأت أطلب مساعدات من المدرسين المقربين ليا يجهزوا لي أغلب الورق. بدأت أعمل الابلكيشن، وصراحة ساعدني في الابلكيشن كان ابن عمتي لأنه هو الوحيد اللي كان مصدق المنحة وساعدني فيها. قدمت وأخدت بقى البروسس، ولقيت الموضوع يا جماعة ده طلع بجد. وخلصت الفاينل، كل الناس عارفة إني اتقبلت ولا لأ، وأنا الوحيدة اللي محدش كلمني. وعدى يوم 2. انت كنت عرفتي تقدمي ازاي؟ ما احنا عرفنا على بعض في الانترفيو، فعملنا بقى 7 جروب. واو حلو قوي. فيا جماعه احنا المنحه كلمتنا، احنا اتقبلنا، وناس قالت ويتنج، ناس قالت سوري احنا اترفضنا. وانا يا جماعه طب انتي اصلا حد كلمك؟ لا خلاص انا كل احلامي، انا حطيت كل امالي وطموحاتي على المنحه دي. عشتي بقى القلب. عدى يومين روحت الكليه. في الانترودكشن بتاع الكليه الوكيله بتاع الكليه بتقول ان في 4 طلاب هيدخلوا السنه دي بمنحه بالاتش اي اي يو اس اي. في نفس الوقت جالي مكالمه من اليو اس اي نفسها. وانا كنت فقدت الامل ان انا هتقبل، واقول لي ان انت اتقبلتي في المنحه وعايزين تيجي يوم كذا. فمن هنا بقى حياتي اتشقلبت 180 درجه. حياتي اول 2019، ممكن بعد 2019 من اليوم ده انا لسه فاكره اهم لحظتين في حياتي. اليوم اللي سمعت ان انا فعلا جبت 99 ونص، واليوم اللي اخدت فيه المنحه. دول اكتر لحظتين حسيت بفرحه عمري ما حسيتها. العربية الثالثة بس في الآخر دلوقتي. بس فمن هنا خدت المنحة، وبدأت بقى أعرف إيه الشروط إن أنا بقى لو حققتها أقدر أسافر أمريكا. كان صراحة الحلم بدأ وانتهى في نفس الوقت. جت الكورونا، كل حاجة وقفت. تمام. حصل لي ظروف صحية ونفسية، فسقطت في الجامعة. وكان من شرط المنحة سنة أولى؟ أول سمستر. تاني سمستر كل العالم سقطتي يعني كم وقتها؟ جبت 1.6 اللي هو المنحة طالبة عشان أفضل أصلا استمر فيها فوق ال2. وأنا كنت أقل منها. بعملت لي إن أنا مهددة إن المنحة تنسحب مني. كل حاجة سدت. وحلمي إن أنا أروح أمريكا أصلا انتهى قبل ما يبدأ، لأن أنا عارفة إن أنا هسافر إما في سنة 3 أو 4. هو خلاص انتهى. الكورونا جت قفلت كل حاجة، السفارات قفلت. بعدها عدى سنة قعدنا أونلاين بقى، فبدأت أركز أكتر. ومن الفترة دي عن طريق حاجات كتير كنت بشارك فيها نسيني الاكتئاب النفسي ده. بقى مبادرات، تطوع، شغل. أنا بشتغل من أول سنة جامعة. يعني أنا معتمدة على نفسي كليا من آخر 2018 أو 2019. مش معتمدة ماديا. ماديا. فبدأت بقى أضيع وقتي وأضيع التوتر اللي كان بيجيلي في التفكير من خلال البروجرامز اللي أنا بدأت أشارك فيها بقى مع وزارات كتيرة. وبدأت أعرف إن حولتي الطاقة السلبية اللي كانت عندك لحاجة إيجابية استثمرتيها. يعني سبحان الله، أنا دايما بقول إن الفشل هو سلالم النجاح. لازم نفشل كده في حتة عشان نحس بالقرصة، وبعد كده ناخد الستيب اللي طلعها. أنا بحب أكتب جوابات لنفسي واقراها بعد سنة 2. وامبارح انا لقيت جواب كاتباه لنفسي من 2019. قد ايه الفترة دي كانت صعبة عليا، لأن أنا كان عندي أحلام كتير بقى أسافر أمريكا وأروح بقى. عارفة حلم البنت اللي عايشة تدرس بره وتعيش في سكن جامعي. وأصلا دي بالنسبة لي أول ما أفكر فيها أنا بتحمس. فلما جت الكورونا قفلت كل حاجة، بدأت الدنيا تفتح تاني، وعرفت إن في opportunities هتبدأ تنزل تاني، والسفارة هتبدأ تفتح. ده في 2021 بدأت أحضر الامتحان للتوفل في الوقت ده. خدته أول مرة، جبت سكور زي الزفت وحش جدا. رحت بعدها كام شهر
كنت محبطة، بس جربت تاني، اخترت تاني مرة، ما جبتش السكور اللي كانت المنحة عايزاه، خلاص فقدت الشغف، وحسيت ان دي اشارة ان ربنا بيقول لي لا، اسمع هي مش ليكي. هي بيجينا فترات كده في النص بيكون عندنا اكتئاب، عندنا فقد الشغف، بس اهم حاجه ايه؟ الاستمرارية. بالظبط. عدى 3 شهور، ماما قالت لي بصي لو قدامنا 1% نجرب لاخر مرة، انا معاكي. الامتحان غالي جدا، الامتحان وقتها شوفي احنا بنتكلم على 2021، هو بتدفع بالدولار، كان في حوالي 4000 ل 5000 جنيه، وانا حد مش معايا فلوس الكافيه اللي ينفع الامتحان زي ده، واخدت اوريدي مرتين، فانا ضيعت فلوس كتير في المرتين. والدتي انا عمري ما هنسى جملتها، انا معاكي لاخر لحظه لو في 1% امل. دخلت المره الثالثه، المره دي انا فاكره وانا رايحه الامتحان، انت لازم تاخدي الباسبور بتاعك. انا قلت لنفسي كده مش انت اللي هتجيبي السكور وهتسافري، معرفش جايبه الامل والحماس ده منين وانا اصلا مرتين يعني ما جبتش السكور. دخلت الامتحان، خلصت، بعدها باسبوعين طلعت النتيجه، جبت السكور، وبعدها السكور بتاعي في الكليه اتحسن جدا، بدأ يرجع لي الامل، الصفحه بدأت تفتح، فلقيت فعلا ان المنحه بتاعتي بتكلمني، احنا طيب عايزين منك الاوراق الفلانيه عشان هقدمها للجامعه ونشوف هيجيلك اوفر ولا لا. جالي اوفر مع جامعه ميزوري، ولايه ميزوري، وبدأت مدينة من شهر 7، ممكن نقول 2023، بدأت بقى رحلة إن أنا خلاص أنا بخطط وراح على السفارة، ويعني هروح أدخل السفارة وأعمل انترفيو وهاخد فيزا، وأنا عمري في حياتي ما كنت أتخيل إن أنا آخد فيزا. ورحت السفارة، وهو سؤالين فقط سألهم لي في الانترفيو، انت رايحه تدرسي فين وبتعملي ايه؟ وهو من كتر ما كان لذيذ اللي كان يعني معايا الانترفيو هو امريكان، انا كنت خايفه، يعني انا حاسه ان هو في حاجه بتطلع لي في النص كده، انا حياتي من 2019 ل 2016 مش ماشيه حلو، في دايما حاجات تقف في النص. عملت الانترفيو، لقيته بيقول لي congratulations you are going to United States. انا من كتر ما سمعته بقول له يعني انا اتقبلت ولا اترفضت، بكلمه بالعربي مش هصدق، واتلخبطت وحالتي يعني باظت خالص. طلعت طمنت اهلي، ومن هنا بدات بقى حياه مختلفه. كل ده انا ما بعملش السوشيال ميديا، محدش في العالم عارفني. انت كنت عايشه مع نفسك بقى ولا بصور ولا بسجل كل اللحظات دي، انا عادي بستمتع باللحظه. اللي لاحظته ان انت يعني بتسري، حتى لو قابلتي يعني في مرحله ما كان اهلك ما كانوش سبورتيف ليكي، اللي هم عشان يعني خايفين عليكم او ما عندهمش فكره، بس انت وجدتي سعيتي ان انت توجدي الاشخاص اللي يساعدوكي، حد يعمل لك الاتش ار اللي حد يعمل لك مش عارف ايه. بعد كده سبحان الله اهلك بعد كده مامتك بقت سبورتيف ليكي، اللي هو لا اديتيك موتيفيشن. بس اهم حاجه ان انت سعيتي وكملتي، مش اللي هو استسلمتي حد قال لك لا فانت قلت خلاص. يعني لان دايما انا بقول مش معنى تجربتك ان انت فشلتي في التجربه ان انا هفشل في التجربه، كل واحد ليه تجربته، بس انت بتسعى وبتعمل اللي عليك، وده توفيق من عند ربنا. دي حقيقة، وأنا كانت بالنسبة لي إن أنا جملة إن أنا عايزة أحاول عشان ما أرجعش أندم بعدين، دي كانت دايما بكتبها قدامي في كل حتة، عشان أنا مش عايزة أرجع أقول يا ريتني كنت جربته، يا ريتني كنت سعيد. سافرت أمريكا، وكان من أحلى السمسترز اللي عديتها في حياتي، لأن أنا كنت بسقط في الكلية وكانت درجاتي زي الزفت. انا مستغربه اب اند داون يعني الاثنين اللي جوه من اوائل الجمهوريه وكل سنه يعني انا عمري ما سقطت يعني لو ما كنتش من اوائل الجمهوريه، انا كنت جايبه 96 بس مش اوائل الجمهوريه. بس اول مره كان سقوط، يعني انت عندك اللي هو اب اند داون عالي قوي. يعني أنا أصلا طول المدرسة مسؤولة على المدرسة، وأخش الجامعة أنزل أسقط، دي بالنسبة لي أنا عمري ما يا دي أسقط شوية كلمة أسقط دي. بعدها تانية مرة يمشي ترم كويس، مرة ترم برضه أسقط في مادة، فكانت الحياة مش أفضل حاجة. وسافرت أمريكا وعديت السمستر، ولقيت النتيجة بتاعتي إن أنا من قائمة المتفوقين العميد، حسيت اللي هو طب أنا ليه كنت بسقط بقى؟ يعني كان أكيد كان في حاجة غلط في الجامعة في مصر. رجعت من أمريكا، عرفتي السبب؟ يعني قيمتي نفسك؟ ساعات الوحيد حلو إن إحنا نقعد مع نفسنا كده ونفهم هو ده اللي حصل. بصراحة النظام الأكاديمي في الكلية بتاعتي في مصر كان ظالم جدا، يعني ضغط قوي قوي، والمواد نفسها كحد خريج ادب يقولوا ولا اصلا كان بيدرس ماس ولا ستاتستيك ولا الحاجات دي، فجأة ياخد مواد كلها ماس بالانجلش، لان انا دخلت منحه تعديل بالانجلش، وانا تعليم حكومي، الانجلش بتاعي ما كانش افضل حاجه، فكان كل دي عوامل. بعد سنه 2 3 طبعا انت لما بتكبري تبقي عارفه ازاي تذاكري، عارفه ازاي تفهمي الكورس ده. سافرت امريكا ورجعت، انا من ساعه ما رجعت اول 4 شهور تمام، بعدها وانا عايزه ادور على شغل، بس انا عايزه اسافر تاني، لان وانا في امريكا خلاص. سافرت. بس اول بقى ما وصلتي امريكا
الإحساس بقى إن أنتِ كنتِ عارفة متربية مع ماما وبابا وفي بيت العيلة، ومرّة واحدة قدّام العالم الكبير أنتِ بتواجهيه لوحدِك كده، عارفة حسيتِ كده بالإحساس ده؟ عارفة فيلم هوم ألون؟ إحنا اتربينا أنا بالضبط. وأخواتي دايمًا على الأفلام دي. أول ما طيارة نزلت في جورجيا، عشان أول ما رُحت من فرنسا وأنا الأول جورجيا ترانزيت، أنا قُلت إيه ده، أنا فعلًا باحقق الحلم الأمريكي بتاعي أنا في أمريكا، أنا مش فاهمة هو ده حقيقة؟ لحد ما دخلت الولاية بتاعتي ورُحت المدينة ودخلت السكن، صحيت الصبح اختلاف التوقيت بقى مصر، هُم بالليل وأنا الصبح، ده أنا مش فاهماه. أنا كان في مخاوف كتير أوي، يعني إن أنا محجبة، وإن أنا في ولاية برضه ما فيهاش عرب كتير، وإن أنا أهلي فجأة وثقوا فيّا، وحتة إن أنا هاندل برضه اختلاف التوقيت، لإن أنتِ عارفة الbiological hour بتاعتِك طبعًا صعب جدًا. وأنتِ رايحة تدرسي والمنحة حاطة لِك سكور معين تجيبيه، فأنتِ تحت ضغط كبير جدًا. بس هو كان ممكن نقول شعور حلو ووحش، لإنه قدر إنه في الآخر آخر السمستر أنا قدرت أحقق حاجات كتير أوي، لإن أنا كمان كنت باشتغل وأنا بادرس هناك. قولي لي بقى، أول مثلًا قعدتِ تعيطي وعايزة ماما وبابا وكده، لأ، والّا كان عادي بالنسبة لِك؟ ما عيطتش، بس لأول مرة أجرب شعور الغربة والsadness بقى، أنا عايزة أرجع بلدي، لدرجة إن أنا لميت شنطتي من قبل ميعاد طيارتي بشهر ونص، وأصحابي في السكن متضايقين، يا أسماء أنتِ بجد عايزة تسيبينا وتمشي؟ أثرِك السكن كان جنسيات إيه؟ من كل ممكن أقول تونس، السعودية، المغرب، العراق، السودان، فلسطين، وبقى دول أوروبا وعرفتِ وأمريكا. تندمجوا مع بعض وتعملوا جو حلو آه. يعني قلل الإحساس بالغربة؟ بصراحة أنا أقرب الناس كانت ليا كانوا التوانسة والسعوديين والأمريكان نفسهم. أنا اتعرفت على جروب بنات أمريكان، فكنا دايما في الأسبوع بنتقابل 3 4 مرات، يعني كل كام يوم كان عندنا تجمع مع واحدة معينة، وبدأنا نسافر مع بعض أماكن معينة، فبقى في ميموريز كتير جدا. حتى بقول إن الإكستشينج بروجرام اللي أنا أخدته ده هو كان لايف تشينجينج إكسبيرينس بالنسبة لي. واحدة أول مرة تسافر تروح أمريكا مرة واحدة، وعمرها ما سافرت، عمرها ما جربت اصلا حتى تطلع بره القاهره لوحدها، دايما مع اهلي. كانت تجربه شويه فيها ريسك وهي حلوه. لما رجعت بقى انا كنت عايزه ارجع جدا، وعايزه اهلي وحشوني وانا طب خلّيني عليكِ بس الأول كده، اوكي. اتعرضتِ للعنصرية، اتعرضتِ لمواقف ضايقتِك، حسيتِ إن أنتِ بيعاملوكِ كإنِّك واحدة مختلفة عنهم، من الأمريكان أو من أي حد حواليكِ؟ مش عنصرية بشكل مباشر، بس ممكن أقول الكلاس ميت بتاعتي كانت فيهم بعض البنات مش حابين يعملوا معايا بروجكت واحنا عملنا جروب، يعني في موقف ممكن أحكيه بسرعة. عملنا جروب وخلاص أنا مع الجروب ده، فجأة لقيتهم بيقولوا لي قبل الديدلاين بيوم إحنا سيبنا الجروب بتاعي وقلنا جروب تاني. فأنا بالنسبة لي ده graduation project وأنا أصلا امتحاناتي بعد يومين، التسليم بعد يومين، وانتوا جايين تقولوا لي كده. كل اللي عملته رحت للدكتور، قعدت عيطت لها، وهي كانت دكتور تقريبا يابانية مش عارفة بس هي مش أمريكية. كانت متعاونة لدرجة أنا وأنا ماشية بعيط إن أنا أسيب الدكتور دي مش هشوفها تاني في حياتي. حتى قلت لها أنا حصل معايا 1 2، هي دخلت بقى المحاضرة إن ده نوت ethical وما ينفعش حد يعمل كده، ولو انتوا ضرروا الجروب يعني المفروض ياخدوا رأيي ويستأذنوني إنهم يعملوا حاجة زي كده. وقالت إن هي لو محدش عمل معايا البروجكت أنا هنجح في البروجكت وكلهم هيبقوا أسنانهم 15 درجة، فكلهم بقوا يتحايلوا عليا. أنا لقيت ده كله عمل لي مسج أصلا do you want to join our group we will be so happy to support، وحاجات غريبة كده بقت تحصل. كنت مبسوطة جدا. الدكاترة كلهم متعاونين، خصوصا لما بيعرفوا إن أنت international student جاية بس one semester، كانوا بيشجعوني وبيدعموني. في دكتور أنا عيطت وحش جدا في الامتحان وقال لي أسماء don't worry أنا I will give you a second try. أنت أصلا حتى كان في presentation بعملها، فقعد يشكرني قدام الكلاس بتاعي ان انا من دولة تانية ومن لغة تانية، وقعد بعمل بيبر وجاية اناقش فيه من اصعب البيبرز اللي اتوزعت على الجروب وبلغة تانية. كان صراحة ما كانش في اي موقف عنصري. حتى الامريكان اللي انا قابلتهم هناك في الولاية كانوا حابين يعرفوا مين، حابين يعرفوا على الثقافة بتاعتي. كان في حاجات كتير بينا كومن، حتى لدرجة ان احنا لحد دلوقتي بنخطط امتى هنتقابل. احنا بقالنا 3 4 سنين ما تقابلناش. فصاحبتي بتقولي انا بدات احوش فلوس عشان اجي احضر فرحك في مصر. فاللي هو امريكيه فهي بتحوش بقى الفلوس عشان يروحوا على التذاكر وتيجي مصر عشان تحضر فرحك ساكنة جنب الأهرامات.
هي مستحيل الأهرامات. انا عارفه التفكير ده اكيد واحد. فكان بالنسبة لي لا صراحة كانت تجربة أمريكا حلوة جدا جدا. لانه من امريكا رجعنا تاني من بالظبط. بلدك الحبيبه، سلمتي اهلك وقعدتي، قدرتي تقعدي في مصر قد ايه او تسافري تاني؟ طبعا الاحساس اللي هو لا انا عايز انا عايز. أنا رجعت أول 2023 مم. شهر 9 2023 كنت عارفة إن أنا هسافر خلاص من مصر. ما قدرتش، مش عارفك عارفة. على منحة تانية؟ حبيت أوكي. السفر جدا، مم. وحبيت مش عايزة أقول شعور الحرية، بس أنا وأنا في أمريكا كنت بتنقل بسهولة من ولاية لولاية. رحت نيويورك، رحت فلوريدا، فأنا كنت عايزة أعيش الشعور ده تاني. فبدأت أجرب بقى برامج مختلفة، وكنت عايزة أتجه لفترة بقى اليوم. عندك خبرة أحسن إن أنت اه تتكلمي تتقابلي بسهولة. بالظبط. الأول نزلت شغل، اشتغلت كاستمر سيرفيس فترة. في يوروب ولا؟ لا هنا في، كنت بشتغل شركة أمريكية هنا، أوكي. أمريكان أكاونت. فعشان عايزة أجمع فلوس، لأن أنا عارفة إن أنا لو هسافر محتاجة الأول فلوسي. ما شاء الله. فقعدت أقدم، وفي نفس الوقت أنا بشتغل وبدرس. كان الموضوع مجهد شوية. ثواني، دي الكلية فين من ده كله؟ الكلية موجودة. يعني بنتكلم عن الكلية، أنت درستي أول سنتين؟ درست لحد أنا سافرت في أول ترم السنة الرابعة اه. ورجعت. اه. بس كان عليا بقى مواد متأخرة، لأن أنا في مواد طبعا أنت بتدرسي بره 4 مواد، هنا بتدرسي 6. في جاب، في مواد أنا ساقطاها فيها أصلا. ففي مواد عليا في ترم لازم أصلا يخلص. فأنا خلاص جت كده أجازة الصيف، أنا عايزة أنزل شغل، عايزة أنزل الحياة العملية. لأن طول أنا كنت بشتغل بس مش في السالري كبير، أنا كنت كام سنة؟ كنت ممكن نقول 22. اوكي. 22 سنة. يعني طول سنين الجامعة الأولانية كنت بشتغل، بس اللي هي ممكن نقول فريلانسنج، مش اللي هو فول تايم. ما جربتش ضغط الفول تايم. كنت بنزل بقى تدريبات فول تايم اللي هو لمدة شهر شهرين. فخلصت الامتحانات من هنا، أنا عارفة إن أنا لسه هرجع أكمل الامتحانات تاني في الدراسة تاني، بس في شهر 10. أنت أخدتي جاب سنتين. اه دي حاجة كده يعني، إن إحنا عندنا الأهل دايما يا ابني خلص بس خد شهادتك وروح اعمل اللي أنت عايزه بعد ده كده. اللي حصل. إزاي أقنعتي أهلك إن أنت هتاخدي جاب سنتين وتكملي بعدين؟ أنا لما كنت بشتغل جالي البروجكت بتاع بولند ده، وقدمت وخدت الفيزا. لحد ما انا اخدت الفيزا اهلي كانوا اللي هو بيقول ايه، بيطوعوني اللي هو مش مصدقين تظبط. فسألني طب ماشي، قلت على قد عقلي. جت انا رحت استلمت الفيزا، بقول لهم ماما استلمت الفيزا بجد انا مسافره. وانا بدات الدراسه وقعدت عليها شهر ونص. انا كنت في فتره من اصعب الفترات النفسيه، لان انا لازم اخد قرار هسافر واوقف الجامعه مع البروجكت ده، والتجربه دي تستحق مش القرار ده. واقفة ما بين مسارين تختاري ده ده يعني مؤقتا يعني. فاضلي شهرين واتخرج. صعب قوي القرار ده. وانا مش عايزه اضيع كل اللي عملته في الكليه. القرار ده انت خدتيه بنفسك لوحدك بإرادتك؟ لا ما حدش شاركك فيه؟ قعدت اكلم بقى كل الناس اللي اتخرجت من الكليه، كل الناس اللي سافرت، واقول لهم السيتويشن بتاعي واخد نصيحتهم. وقالوا لي انا صراحه بحب مبدا الفرصه بتيجي مره واحده. يعني في فرص كده بحس ان انا صليت ساعتها استخاره، وحسيت ان قلبي بيقول لي اسمع وجهي البرنامج ده. رحت وطلبت من الكليه وشرحت لهم الكيس بتاعتي، وان انا جاي لي بروجرام فولي فاندد من الاتحاد الاوروبي وعايزه اروح عليه. فهل تقدروا تعملوا لي وقف قيد لمده سنه، وحطي الاوراق وهنعمل لجنه وهنناقشها ونشوف. وبعدها في سنتين. سنتين سافرت بولندا. وانا على مبدا انا مسافره وموقفه الجامعه عاملاه لمده سنه. ما كنتش عايزه ان انا اكمل تاني في بولندا. انا رايحه البروجكت ده 10 شهور وارجع. ارجع اتخرج لان انا عندي جامعه. اوكي. كل حاجه اتغيرت بقى بسبب سافرت بولندا. تمام. رحنا بولندا وخلصنا ورجعنا تاني مصر. لا ما رجعتش. ما رجعتيش خالص. وانا في بولندا قررت ان انا ادور على شغل. تمام. فلقيت شغل وقدمت اقامه عمل ما بدأتش الشغل ده بس. انا قعدت من شهر، انا فيزا بتنتهي في شهر 10 2024. انا بدور على شغل من شهر 4. تمام. قدمت على كل اللي تخيليه على لينكد ان، وبصي في كل الاماكن بقدم مفيش حد بيرد عليا. اتقابلت من شغل من على الفيسبوك بجد. كل حاجه عملت بيها اصلا في حياتي حسيت كده منقت امريكا بروجكت بولندا. الشغل كله جه على الفيسبوك. عادي فيسبوك جروب كده الناس اللي عايشه في بولندا. نزلت بص ان انا بدور على شغل، لو حد يقدر يعمل لي ريفير في الشركه بتاعته او يعرف حد بيشتغل في مكان. فسي من الناس تتواصل معايا، ممكن تبعت لي السي في. انا اعرف ناس شغاله في تيتك وهي بتشتغل في البروجكت تبع جوجل بشكل دايركت. طب وقت قد ايه يعني مش تضيعيه طبعا، انت تستثمريه عشان تلاقي حاجه زي كده؟ وقت طويل جدا.
بصي انا دايما بشوف انه لو انت عارفه انت عايزه ايه وهتعملي ايه فما بتضيعيش وقت. انا عارفه انا عايزه اشتغل في ايه، فكنت بدور في الاتجاه ده. فمش عايزه اقول بتضيع وقت، هو انت بتستثمري، لان وانت بتقدمي على المنحه دي او على البروجكت ده او على الشغل ده، في الوقت ده انت بيقابلك حاجات كتيره، بتتعلمي ازاي تكتبي كفر ليتر، تظبطي السي في على عشان يناسب الجوب دي. فانت وانت بتعملي ده انت بتستثمري، فهي مش وقت تضيعه، بس هو فعلا بيحتاج مجهود نفسي اكتر من هو جسدي. ان انت انا قعدت اقدم فوق ال 66 وظيفه ومحدش بيكلمني، فاكيد هتحبطي. قبلها برضه انا قدمت على 68 برنامج عشان اسافر بولندا. قبلها انا قعدت 3 سنين احاول اسافر امريكا. فلو قعدت شفتي اصلا تسلسل في حياتي، كل فرصه اخدتها قعدت 3 سنين بحاول. تحاولي. في ناس بتحاول بس شهر مرة مرتين تيجي تقول أصلا ما اتقبلتش. انا سنين مستحيلة. دي حقيقه 3 سنين يا جماعة، ده رقم يعني كبير. كبير جدا. حلو قوي. فوقتها قدمت وقبلت ودخلت الشغل. انا بجد داخله بدايه انا مش هسافر بولندا، انا هجرب. لقيتهم بيقولوا لي ان انت اتقبلتي وعايزين تبداي شهر 7. اوكي. ايه انا البروجكت بتاعي ده في 10 يا جماعه، انا عندي كونتراكت. لقيت الدنيا دخلت في جد، فكان نو واي ان انا اعرف اسيب البروجكت وابدا شغلي صح. كل حاجه قفلت. دخلت المكتب في حاجه لان انا جات لي جوب ومفيش حد بيجي له الفرصه دي هناك. حاجه في بولندا او حاجه في تشنجن، في حاجه اوروبي، ويعملوا لي بقى هم يتكفلوا بكل حاجه من الاقامه من تصريح عمل. انا مش هتعب نفسي في اي حاجه. تمام. دخلت بقى في مرحله انا فقط بدعي ربنا وبقول له انا عارفه ان هي مستحيله ومعقده بس انت هترتبها. اوكي. لحد ما اعرفش ظبطت ازاي والشركه قدرت تديني اكسبشن. وقالوا لي بس ده بعد شهرين من التوتر والمحاولات معاهم. قالوا لي بس سنتيش. مفيش لا. بس ادوني 2 كونتراكت. قالوا لي واحد في 8 وواحد في 10. شوفي انت عايزه تبداي ايه. انا بقى مش مصدقه هي فرجت كده. يا ايه ده حصل. قررت اخد 10 عشان وقتها يكون خلصت البروجكت بتاعي. انا كان عندي الاتاحه ان انا كانسل البروجكت وامشي، بس انا ما كنتش عايزه. انا كنت اول مصريه واول عربيه تيجي المؤسسه دي. المؤسسه دي ما بتقبلش اي حد عربي جاي من اوروبي. فانا ان انا ابوظ الايمج بتاعتنا كعرب اللي هنا بنيجي على البروجكت وفولي فاندد ونكسره عشان شيء معين، او حتى حصلت ظروف نرجع ما كنتش عايزه اعمل ده نهائي. انا هو واثقوا فيا وادوني الكونتراكت وجابوني من بلدي في حين انه رفضوا ناس تانية كتير. ايه نقاط القوة اللي خليتهم يختاروك عندك؟ اللي اللي عملوا لك اكسبشنز كتير كده عشان في يقبلوك. الشغل ولا في بولندا؟ في المنح في الشغل. في الشغل ولا في التطوع؟ شو؟ ثواني، ان هم ادوكي انت قلتي ان هم ما بيقبلوش. اوكي. الشغل هم في الوقت ده سبحان الله كانوا عايزين ناس تتكلم لغه عربيه، وعايزين ناس عندها سكيلز او حابه تشتغل في الديجيتال ماركتنج، وناس اشتغلت قبل كده في الكاستمر سبورت. فلما قعدت ارجع بقى، وانا قبل بولندا اشتغلت فقط 3 شهور كاستمر سبورت. كاستمر سيرفيس كل في السي في. وانا بقى اكتشفت ان ده ترتيب من ربنا. ما انا لو ما كنتش اشتغلت الفتره دي ده ما كانش هيتكتب في السي في، ولا كنت اصلا. الانترفيو كانت عباره عن سيتويشنز ورول بلاي للحاجات اللي مرت معايا وانا قبل كده في الكاستمر سبورت، وانا قبل كده اخدت انترنشيب برضه في السيلز. الجوب بتاعتي هي بتعملي 1000 حاجه او بعض. هي جامعه ما بين السيلز والديجيتال ماركتنج والكاستمر سيرفيس، هي كذا حاجه. والكومبتيتيف ادفانتج ان انا بتكلم لغه عربيه بولندا. هم مش لاقيين ناس تتكلم عربي. حاجة غريبة أوي، أنا أول مرة ألاقي يعني اللغة العربية تبقى مايلة ليكي. انا في اكزامبل حصل معايا في حياتي. من 4 سنين كانت عندي منتور هي عايشه في UK وهي شغاله ايكونومست في الجوفرمنت هناك. فساعتها قالت لي عارفه يا اسماء انا وظيفتي دي في الاف الناس ريسيرشر شاطرين جدا ويقدروا ياخدوها، بس عشان انا بتكلم عربي انا قدرت اتقبل في الشغل ده. فخلي بالك من لغتك العربيه. قعدت 4 سنين وعمري ما كنت اتخيل ان عشان اللغه العربيه انا اتقبل في شغل في بولندا. عمري ما كانت تخطر في بالي الناس تتعلم انجلش والماني وفرنش وسبانش، يعني ان انا اتخيل ان العربي هو اللي يجيب لي الشغل. مع ذلك كنت ما وقفتيش على العربي بس، انت بتتعلمي لغات لسه، انت بتتكلمي لسه بتتعلمي اسباني. بيزكس ممكن اقول في سبانش فرنش بولش. طبعا انا عايشه في دوله فبعرف بقى اللي هو الحياه اللي هو اليوميه امانج نفسي. وحاليا هبدا جيرمن ان شاء الله لما ارجع بولندا الفتره الجايه. عارفه ان انت ما بين الاسباني والالماني. لا ده لا ده انت عندك بلان A و B و C. هو انا اوريدي كنت بتعلم سبانش لان انا بحب
ممكن الايطاليان اكسنت اكتر. اه انا بحب الكاركتر بتاعتي فيها، بحس اوكي ان هي لغه مشابهه للغه هي اللغه عشان الجديده. تتأكدينا كده زي فعلا بنستخدم جديده. اوكي الالماني صعب، بس لما سافرت المانيا وسافرت اوكي النمسا، اما بسمع حد بيتكلم الماني ده يا جماعه لغه مش وحشه زي ما انتم مفهمينها. انا دايما الستيreotypes اللي هو الالماني يا جماعه صعب ووحش ومعقد، وانا عشان عايزه اغلب على الامتحانات الخارجيه فانا عايزه طريق ما يكونش صعب وما يكونش سهل. اوكي لان انا لو ما ربنا ما كتبليش الخارجيه بعد ما قعدت بقى حلو واخدت الامتحانات اللي ما ظبطتش، طب عايزه اللغه تنفعني في شغلي بقى بعدين. ده لو جربت، لو خلاص قررت اشتغل ده ريسيرشر في مجال الايكونومي، فالحته دي كانت بالنسبه لي شويه كونفيوجن، بس انا خلاص حاسه ان انا هو الالماني ابداه ان شاء الله. لان انا حتى لو ما ظبطتش في الخارجيه الالماني اشتغل بيه بقى بعد كده مع شغلتي يعني. بس المستقبل بقى نتكلم ايه؟ خبينا ايه المستقبل؟ حاجات كتير. اول ما عايزه اتجوز قضيت على الخطوبة؟ ايوه هو يعني بصراحه الله يبارك فيك اولا. عارفة الغلط ازاي؟ أهم سؤال كل السوشيال ميديا هتموت تشوف محمد هو مصري ولا لا. نقول له باي باي قدام الكاميرا احنا عرفنا على بعض من 4 سنين فاتوا في مؤتمر اسمعي كل حاجة يعني بتحصلي بعد 3 4 سنين يا جماعة واصبروا الحلو مستنيكم. كنا في مؤتمر وشفته، فانا حسيت اول ما شفته هو ده زوجي المستقبلي. ما اعرفش ليه، بس انا جوايا عايزه اشوف شكل زوجي. عجبت احنا شفنا بقى ان احنا في نفس الجامعه ونفس الكليه وكل حاجه ماشيه عاديه. تمام بس انا شفت ده ببالي، وانا فضلت 4 رمضانات كده كل رمضان انا ادعي كل 30 يوم عايزه اتجوز الشخص ده، ما اعرفش ازاي فين. وانا بقى سافرت بولندا واستقريت في بولندا وكملت في بولندا. تمام سبحان الله بعد 4 سنين اخر يوم رمضان كانت خطوبتنا. يعني ده ازاي حصل وامتى وفين انا ما اعرفش، بس أنا كنت عارفه ان ربنا استجاب لدعواتي بشكل او ما، بشكل ما هو استجاب ليها بالشكل اللي انا كنت عايزاه. طب وطورتوا العلاقات مع بعض ازاي خلال 3 4 سنين؟ دي كنت بتسافري وبترجعي، كان في تواصل في كلام؟ هو كان في تواصل، واحنا كل واحد شويه كان مشغول في حياته، لان انا طبعا لما اشتغلت كان علي ضغط كبير جدا ان انا بشتغل وعايزه اركز عشان اثبت نفسي عشان يجدد لي الكونتراكت. تمام محمد برضو كان اتخرج بقى من 2 سنين وبيشتغل في اكتر من حاجه عشان خلاص يستقر في مكان. كانت الدنيا برضو مش واضحه لسه معاه. تمام يعني لونج ديستنس صعب جدا ان انت في دوله بوغندا ما بين ده كله ازاي ما شاء الله؟ لا يعني ما قدرناش صراحه، يعني احنا لا انت عملتي بالانس ما بين ان انت سافرتي وعملتي المنحه، يعني ما قلتيش هو الشخص ده وخلاص مرتبطه بيه وقعدتي واستغنيتي عن حلمك، انت سعيتي في حلمك سعيتي في طريقك. انا كملت وهو كمل في حياته. دي اللي انا حبيت فينا، ان مش حد وقف حد او في حياتنا عطلت او حاجه عطلت، لا حياتنا كانت ماشيه عادي. بس في نفس الوقت احنا كنا بنحاول نكيب ان تاتش، وقبل الخطوبه اصلا ما كانش بينا تواصل وكل واحد في اتجاه تاني، وسبحان الله اتخطبنا يعني. مبروك. طيب اخر حاجه بقى تحبي تنصحي اللي يشوفونا النهارده سواء في ثانويه عامه سواء في كليه سواء بعد الكليه يعملوا ايه؟ طيب لو هقول نصيحة للشباب اللي ممكن تكون في العشرينات زيي، سواء بقى ثانوي أو في جامعة، أنا مفيش حاجة جت معايا بالسهل. اللي فرق معايا عن ناس كتير إن أنا كنت بدور وكنت مش بستسلم، كنت ببحث. في ناس كتير بتبعت لي، يعني أنا عندي على البيج على ستوريز أسئلة بحسها أسئلة لو كتبناها على جوجل أو على شات جي بي تي نقدر يا جماعة نلاقي لها الإجابة بتاعتها. أنت تبعتي لو أنت عندك فعلا سؤال تخصصي قوي انت مش لاقي له جنب في اي حته، اسالني وابعت لي وانا هساعدك. انا بحب جدا الشخص اللي بعت لي سؤال تفصيلي وعايز فعلا اساعده، بس هو لما يجي حد يقول لك انا حضرت ورق كذا وكذا وحضرت الفلوس وهسافر وهعمل، بس فاضل لي ستيب كده تايهه مني بالظبط. ما تجيبليش القصه كلها وتقول لي اسافر ازاي، لان بالظبط الموضوع صعب. يعني ساعد نفسك الاول عشان تلاقي يساعدك، وبلاش نثق في اي حاجه على السوشيال ميديا. اللي هو انا سمعت فيديو بيقول لي منحه مش عارفه ايه، دوروا كويس. انا زمان كان عندي شك كبير ان المنحه اللي انا هاخدها دي اصلا فين، بس في فعلا انا لما بدات على السوشيال ميديا اعمل محتوى عن المنح في ناس كتير جدا بتلعب بعقل المشاهدين فقط عشان مشاهدات، كلام مش بيبقى ولا فولي فاندد ولا كلام مقصود. فخلوا بالكم من البروجرامز دي، او في بزنس بيهايند. في فعلا بزنس براند اللي هو بعت لي على الخاص وانا هقدم لك وادفعي مش عاوزه قد ايه، فما كانش الكلام ده. انا عندي مبدأ في حياتي، اي ابلكيشن هملاها ما بدفعش فيها
ولا جنيه هعملها. اي حاجه تقول لي ادفعي فلوس انا ما بدفعش. اصلا مش هدفع واترفض، اخسر من الاثنين. انا ده المبدا اللي ماشيه بيه في حياتي. لو في بروجرام انت او انت عايزين تقدموا عليه، هو مش هتدفع اي فلوس للابلكيشن، قدمه وبس. المشكله ان الناس تبقى عارفه هي بتقدم على ايه، لان الناس بتكسل تقرا الديسكربشن بتاع البروجرام، فتلاقيهم قعدوا ضيعوا مثلا 3-4 ايام في التقديم واكتشفوا بعد كده ده البروجرام مش مطلوب اصلا للمصريين. يا راجل انت مش عارف، يعني انت عارف تقدم، انت كسلت تقرا او عنده السن بس عنده السن دي حاجه. فاقرا الديسكربشن كويس. انا دايما في حاجه بحب اعملها من الفتره التانيه، اكتب لنفسي جواب انا عايزه اعمل ايه وعايزه اعمله ازاي. كل اول سنه بكتب لنفسي 10 اهداف حاسه ان هم فعلا ملموسين اقدر احققهم، وابدا خلال الفتره دي انا بحقق هدف كل هدف ليه زي ما بنقول سبول كده انا بحققه. فلازم يكون الشخص عارف هو عايز يعمل ايه وليه، عشان ليه دي هتفرق لما يجي يحبط هيكتشف هو بدأ ده ليه. انا حاجات كتير في حياتي كل ما كنت بايخه خلاص انا يا جماعه مش قادره اكمل وهقف بفتكر انا بدأتها ليه اصلا. فالسبب ده كان هو كافي يخليني اكمل. لو انا اقول اخر نصيحه، انا كنت من 5-6 سنين بشوف الطيارات بتطير وبقول يا يوم ما يكون معايا فلوس مثلا حتى اسافر سياحه على حسابي. ما كنتش اتخيل ان انا مش عايزه اتبطر على النعمه، بس انا اصبحت الطيران بالنسبه لي زي المواصلات العامه، انا بقيت اركب طيارات اكتر من المواصلات العامه. وده بقيت شعار دايما بقوله حتى لاصحابي، لدرجه حسيت ان انا زهقت من الطيران والمطارات وزحمه المطارات. وانا حاليا اهو سافرت 15 دوله، منهم 5 دول كانوا fully funded programs، والباقي على حسابي طبعا. بعد كده انا قدرت بعد ما اشتغلت اسافر، مفيش حاجه بعيده عن الفسح. فسح سياحه بقى، مفيش حاجه جميل. انا سالت قلت لي مره في الشهر كده، مره احنا يعني في شباب عندهم يومين اجازه في الاسبوع ويبقوا متضايقين، انت كل فين وفين وسط اللي حاصل ده كله بحاول اديك كده حاجه هو عشان شوية غربة، أنا ما بحبش أقعد في بولندا كتير عشان ما أحسش بالغربة، بحب أطلع أكتشف أتعرف، وبحس إن أنا ده معايا فرصة إن أنا أطلع وأسافر ليه لأ. فأنا دايما بقول ليه ما نحلمش قدام الأحلام ببلاش. انت بتفسحي من هولندا اراوند فسهل جدا زي امريكا، كنت بتروحي من ولايه لولايه، استغلي الوقت. رايح استغلي وقتك وبتعمل فيه اشعه هتبقى ما شاء الله. يعني مثلا اخلص شغلي الخميس واسيب جمعه وسبت، بسافر الخميس وارجع السبت بالليل او الصبح بدري. ساعات ببقى بشتغل في المطار وانا راجعه اصلا، لان انا شغلي هيأملك في المطار مش عارفه. شغلي ساعات ممكن completely remotely، فانا ساعات بشتغل اصلا من البيت، فمش ببقى محتاجه ان انا اروح للاوفيس، فدي مسهله لي حاجات كتير. فنصدق احلامنا ونرجع كده. يعني انا بصراحه دايما مؤمنه ان لو 1% بس حقق الشيء ده انا اقدر احققه، وبس الشخص يعمل المجهود اللي يستحق الشيء. يعني الاحلام ببلاش، فليه ما نحلمش؟ انا بجد فخورة بيكي اسماء بجد، يعني انا اتمنى كده عليه منك استنساخ كتير، وشكرا للبابا والماما اللي جابوا شخصية جميلة زي دي، بجد يعني ترون موديل لشباب كتير. وانا مبسوطة ان انت كنت معايا النهارده في البودكاست، نورتيني. وانا يعني بجد مبسوطه وسايكد قوي للحلقه ما تنزل، فشكرا جدا على في الاخر كده بنعمل لعبة سريعة اسمها لعبة السفر. اوكي خلينا كويس، خليني اسئله بس. لا، مثلا لو بقيتي تسافري هتعمل لك الباسبور ولا الموبايل؟ الموبايل. الأكل ولا الفندق؟ أهم حاجة بالنسبة لي اهم حاجه الفندق. الفندق أهم من الأكل. بصراحه تباتي في عربية زي الفان ولا تباتي في الدور؟ عربيه عندي أسفل جرب. طبعا الفكرة ما فيهوش إنترنت واللي ما بتتعامليش مع البلاسيك خالص. يا ريت الاثنين موبايل. لسه انا اتعامل مع يعني بجد حابه اطلع كامبينج لمده طويله جدا. أوكي. ما فيش تليفون بقى. يا رب. أنا شفت صورك قريب على السوشيال. لا مش بنزل الصور كان هي حاجه برايفت لايف. تقعدي في مدينة واحدة 10 أيام ولا تزوري 30 مدينة في 30 يوم؟ 30 مدينه 30 يوم. جودنس. تسافري بعجل ولا بجمل؟ بعجل ولا بجمل؟ بحب العجل. او ماي جودنس. تاكلي او عاملين اكل في الشارع ولا تطبخي لنفسك في المعلبات بقى؟ احب اكل العربيات البسيطه، بس لو عندي اوبورتيتي ان انا اطبخ لنفسي يبقى ده افضل الصراحه انضف. تسافري طيران ببلاش ولا اكل ببلاش؟
طيران ببلاش. صعب يعني. هو السفر بالنسبة لك أكل ولا فسح؟ فسح. في السفر بتنسي دواء الصداع ولا دواء المعدة؟ انا اكتشفت ما باخدش ادويه معايا عمري، بس أنا الصداع انا لسه مكتشفه ان انا بجد ما باخدش ادويه. أنا كده بس هو دواء الصداع لأني دايما بصدع في المنطقة. انا رحت المانيا لسه راجعه وتعبت في المانيا وبدور في الشغل ما لقيتش ولا دواء معايا، ما حسيت اللي هو لا انا الفتره الجايه لازم اعمل حساب. أنا أزوي أصحابي بيسافروا في صيدلية صغيرة. ايوه. أوكي تسافري بباخرة ولا طيران اقتصادي؟ لسه بجرب بحر قوي. لا لا. شنطة صغيرة وتقعدي في بيزنس كلاس ولا شنطة كبيرة وتقعدي في ايكونومي؟ لا صغيره وبزنس، انا دايما بسافر باك وما بحبش الشنط الكبيره اصلا. كده اوكي. اغلب اكلة اكلتيه في بلد؟ اول اكله مش حاسه ان انا فاكره قوي. كان في اكله في التشيك اكلتها، المفروض ان هي اكله تشيكيه وتراديشنال قوي، طلعت عادي بانيه ومكرونه اللي هي زي بتاعتنا خالص. حاسه دفعت كتير قوي وبالنسبه لي اللي هو ايه ده، هي دي بلد انتوا عاملين عليها مطعم وتراديشنال فود. لحد دلوقتي ما سافرتش البلاد اللي فيها الاكل الغريب زي الهند ايجا عموما. اموت واسافر عشان اجرب بقى. ده النكست. ده النكست. نورتي يا اسماء. اقول لك اتبسطت جدا جدا. طيب يا جماعة أنا شايفة انا اسماء أكلة بودكاست travel stories 101 هتسيب سوري هكون up to 1